محمد الشرنوبي. يخرب بيتك يالا، ده انا هرجع لك، ده انا مش عايز اقول لك يعني حاجات جامده قوي. انت حرامي كاميرات يا ده انت حرامي يالا. لما اكون انا قاعد بتفرج على مسلسل ايش اللي انا مش قابله ومستني ان انت تظهر، وانا اصلا ما بيعجبنيش العجب. يعني انا عايز اقول لك ان انا ما بيعجبنيش العجب ولا الصيام في رجب، وبمسك اجدع ممثل اقطعه، فاقعد استناك انت يا باشا عشان اتفرج عليك واتفرج على ادائك. العواف وعيد سعيد وكل سنه وانتم طيبين. وللاسف الشديد رمضان خلص، شهر العباده والرحمه خلصت معاه كل المسلسلات المعفنه اللي انا اتكلمت عليها قبل رمضان. بفضل الله قلت لكم قبل رمضان في فيديو في بلاعه مسلسلات هتفتح علينا، وقد كان، والحمد لله ان الرئيس نفسه اتدخل وقال نضفوا بقى القرف ده، لان في حوارات كبيره بتحصل ومبهدلنا في المسلسلات دي، والرئيس عنده حق واحنا كمان عندنا حق. من زمان بنقول يا جدعان مش كلنا كده، مش كلنا بلطجيه، مش كلنا حراميه، مش كلنا تجار مخدرات، فلازم يبقى في وقفه. انا النهارده جاي اديكم لمحه بسيطه، هو مين نمبر 1 في رمضان السنه دي؟ وعايز اكلمكم بقى على حاجه مهمه جدا فنيا. نمبر 1 بالنسبه لي مش اعلى مشاهده خالص، انت ممكن تكون اعلى مشاهده واتفه حاجه. يعني انا بالنسبه لي رامز اعلى مشاهده، لا هو زي الزفت. مش معنى ان انت اعلى مشاهده فانت نمبر 1، لا خالص. فككم من الكلام ده، انا هكلمكم فنيا، ماليش دعوه باللي بيحصل خالص، ماليش دعوه بالسوشيال ميديا، ليا دعوه باللي انا درسته واللي انا فاهمه، وان هو لا يصح الا الصحيح. اي كلام تاني في الهجايز من وجهه نظرهم هم انا ماليش دعوه ومش هعتمدها. فالحوار اللي داير بقى اليومين دول هو مين نمبر 1؟ رامز جلال من خلال برنامج إيلون ماسك على الام بي سي، ولا محمد رمضان من خلال برنامج مدفع رمضان على دي ام سي، ولا احمد العوضي من خلال مسلسل فهد البطل؟ هل مين من الثلاثه هو نمبر 1 في رمضان؟ وكل الكلام داير على دول. يا ترى رامز هو نمبر 1، ولا محمد رمضان هو نمبر 1، ولا احمد العوضي هو نمبر 1؟ وكل واحد ليه اللجان بتاعته مشغله الدنيا. اسمع مني، اللجان بتاعته. انا بقى كمحمد عصمت وفي الوسط عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. يعني انا ليا اصحابي شغالين في برنامج محمد رمضان اللي هو برنامج مدفع رمضان، فانا ممكن اقول ايه؟ برنامج مدفع رمضان ده جامد جدا، واتكلم كلام حلو وانزل الفيديو ده على صفحتي واعمل لهم منشن وايه ونطبل سوا والكلام يبقى جميل والكلام يبقى رايق. بس انا مش هعمل كده. وفي ناس تانية اصحابي جدا 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 شغالين في برنامج رامز، وعايز اقول لك ان في بيني وبينهم عيش وملح وكلام جامد جدا، لدرجه ان كنا بنحل مشاكل بعض الشخصيه. ممكن اقول لك يا عم رامز يا جامد، الحلاوه دي يا معلم، ونفس الكلام امنشن لهم واقول لهم البرنامج رايق واطبل وهيص، لعل وعسى ممكن في يوم من الايام نشتغل سوا. او لما يلاقوني بتكلم كلام حلو يقول لك يا عم ما تجيب الواد عصمت ده في مره من المرات يشتغل معانا. ما ده اللي بيحصل على فكره في الوسط. لكن انا بقول لك انا غير، الحمد لله. والحاجه الثالثه برضه مهمه، انا ليا اصحاب جامدين جدا 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 شغالين في مسلسل فهد البطل. مش عايز اقول لك بقى شغالين، دول يعتبروا ماسكين مسلسل فهد البطل. ممكن اقول الله ايوه يا عوضي يا جامد، هو ده الممثل الجامد. ممكن اتشقلب بقى واقول لك العوضي نمبر 1. لكن انا بقى ان شاء الله هضرب لك كرسي في الكلوب، اتكلم معاك بما يرضي الله. بالنسبه للثلاثه اللي انا اتكلمت عليهم دول، احسنهم، مش هقول لك نمبر 1، لا احسنهم كان محمد رمضان. ليه؟ هو قدم فكره جديده بره الصندوق وجبر خواطر ناس، وده المهم ان في ناس اتبسطت، على الاقل ناس بسيطه، ناس غلبانه اتبسطت وفرحت واتجبر بخاطرها، وده كلام مهم جدا، والكلام ده احنا بنحبه. بس كان نفسي ما يبقاش بالطريقه دي، يعني كان ممكن يبقى ايه ارقى من كده شويه. ما ينفعش اسال واحد عشان اكسبه اقول له انت لابس كلسون فيقول لك ايوه انا لابس كلسون فتجيبه عشان تكسبه. يا عم محمد اربط العقل شويه. لكن انا بكلمك البرنامجين والمسلسل، او بكلمك على الثلاث فنانين، مين فيهم الاحسن؟ رامز جلال لا يمت باي صله للفن، وده الراجل ده وقاعد على قهوه بس بيصور اللي بيحصل بينه وبين اصحابه، ومعاهم فلوس كتير قوي 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 فبيتشاف. احمد العوضي مع احترامي الشديد ليك، انت ممثل على قدك قوي. ممكن تكون بتعمل حركات جدعانه همبخه على السوشيال ميديا، بتكسب ناس، بتروح على القهاوي، بترد على الناس. ممكن حد يقول لك انا مزنوق في علاج تجيبه له، ده شيء جميل جدا ومنك لربنا فيه وتمام التمام. لكن كتمثيل هقول لك على حاجه، انت ممكن تكون بتعرف تمثل بس اللي بيتكتب لك وحش. انت مفيش حاجه شعبي اتكتبت لك صح.
ممكن، الله اعلم بقى، انا مش عايز اظلمك، لان اللي انت بتمثله ده مش تمثيل شعبي. انا ساكن في شبرا الخيمه، شبرا الخيمه. انا عايز اقول لك ان عندنا بالصلاه على النبي الحياه اللي انتوا بتقدموه في المسلسلات بتاعتكم ده اسمه فانتازيا بالنسبه لنا، مفيش الكلام ده اصلا. الحاجات الجامده قوي اللي انتوا اصلا ما تعرفوش تقدموها دي موجوده عندنا. اللي انتوا بتقدموه في المسلسلات بتاعتكم اللي هي سيمتريه واحده دي اسمه تهجيص. تعالى يا معلم هنا اقعد عندنا في قعده عرب بقى بجد، قعده عرب بجد، وعيله تقيله غلطانه في عيله تقيله وعائلات تقيله بتحل. تعال اتفرج بقى على السسبنس وعلى الدراما وعلى الكلمه اللي بميزان، الكلمه اللي تطلع من الراجل بميزان، ولما تتقال كله بيعلم عليه انت قلت كذا، فخلي بالك عشان هتتحاسب. اللي انتوا بتقدموه ده هقص. فيا احمد يا عوضي حاجه من الاتنين مالهمش تالت، يا انت اصلا ما بتعرفش تمثل، ودي اشك فيها بصراحه، اعتقد ان انت بتعرف تمثل، يا اما تدور على ناس تانيه تكون بتكتب شعبي صح، من الحواري صح، بالاصول صح، بالكلام المترتب 100 عشان تظهر بقى وتبين لنا انت ممثل جامد. انا بقى اهو بقول لكم لمحه بسيطه، الثلاث ممثلين دول مش عاجبني، بس كان احسنهم شويه كان محمد رمضان. بس انا هقول لك على حاجه، نمبر 1 بالنسبه لي السنه دي كممثل مفاجاه. تتوقعوا مين؟ ها تقدر تقول؟ ها الاستاذه اللي قاعده ورا دي، ها يا بنتي يا ابني، اهو انا بكسر معاكم الجدار الرابع بكلمكم انتوا، حد قال حاجه؟ ايه ده؟ مين الواد اللي بيفهم ورا ده؟ تصدق انت بتفهم ياض؟ بجد؟ فعلا انت قلت صح، محمد الشرنوبي. ايه؟ محمد الشرنوبي. محمد الشرنوبي فاجئني انا شخصيا، انا بتفرج عليه كده في المسلسل بتاع ايش اللي هو اصلا مش مسلسل، ده انا همسك لكم المسلسلات يا جدعان افشخها لكم، هي دي مسلسلات بس مش مهم. انا تابعت مسلسل ايش لثلاث اسباب. اول سبب ان اتفرج على المسلسل واقطعه كالعاده لانه عارف انه مسلسل هلس. السبب الثاني محمد الشرنوبي، يخرب بيتك يالا، ده انا هرجع لك، ده انا مش عايز اقول لك يعني حاجات جامده قوي. الحاجه الثالثه انتصار فاجئتني، مع ان انا مش بتابع انتصار، وبالنسبه لي انتصار ممثله عاديه جدا، بس فاجئتني في ايش. ممكن يكون مسلسل واقع جدا وزي الزفت ومكتوب غلط، بس في ممثل يطلع منه يشدك. فمحمد الشرنوبي يا ابني انت ممثل جامد، بس خلي بالك من حاجه، اوعى بقى تقعد بقى على الدور دوت وتقول لك انا بقيت جامد. لا 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 لا، انا عايزك من بعد مسلسل ايش ده تشتغل على نفسك اكتر وتطور من نفسك اكتر. انت ممكن تكون رقم 1 في مصر بعد كده. ليه؟ انت مش بتعرف تمثل بس، لا ده انت عندك قبول رهيب، انت حرامي كاميرات يا ده انت حرامي يالا. لما اكون انا قاعد بتفرج على مسلسل ايش اللي انا مش قابله ومستني ان انت تظهر، وانا اصلا ما بيعجبنيش العجب. يعني انا عايز اقول لك ان انا ما بيعجبنيش العجب ولا الصيام في رجب، وبمسك اجدع ممثل اقطعه، فاقعد استناك انت يا باشا عشان اتفرج عليك واتفرج على ادائك. ده نفس الكلام اللي حصل معايا مع 2 ممثلين قبلك، كان حمزه العيدي، والحمد لله رب العالمين لما شفته قلت الواد ده هيبقى ممثل جامد، هيبقى ممثل فشيخ، والناس كلها قالت لي انت تعرفه منين؟ قلت لهم ما اعرفوش، انا عرفته من تمثيله، فلقيته ممثل كويس، فربنا كرمه والحمد لله رب العالمين. حمزه العيلي من الممثلين الجامدين قوي 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 اللي انا بستمتع بيهم. والممثل التاني اللي انا شفته بيمثل جامد قوي وعجبني وخيش في دماغي وما كانش لسه اتشهر، شفته في مسرحيه انا مش فاكر فين بالظبط، كانت في الهناجر او كانت في المسرح القومي، انا مش فاكر بالظبط قوي، كانت مسرحيه صغيره كده. فانا بصيت قلت الولد ده ممثل جامد قوي وهيكسر الدنيا. فالناس قالت لي انت متاكد؟ قلت لهم والله العظيم الممثل الجامد انا بشمه كده. مين هو بقى يا رجاله؟ احمد الرافعي. يخرب بيتك، انت ممثل جميل قوي 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 لدرجه الكلاحه. انا بقعد احب اتابعك والحمد لله رب العالمين، كل ما تيجي انت في اي مشهد او في اي دور اقول الحمد لله رب العالمين قلت عليه هيبقى ممثل جامد قبل ما يتشهر. فانا الحمد لله رب العالمين عندي الحته بتاعتي ايه؟ ان ابص للممثل كده اعرف ان الواد ده هيكسر ديل. وفي ناس بتمثل على السوشيال ميديا لسه ما اتشهروش قوي، انا بقول لكم هيطلع منهم عمالقه كوميديا وعمالقه تمثيل جامده قوي، بس ده في حلقه تانية مش هتكلم معاكم دلوقتي فيه. هنتكلم النهارده على الناس اللي اجادت سنه في رمضان اللي فات لغايه ما تابع.
طبعا في الاستاذ محمود حميده، ليا اصحابي بيقولوا لي عايز تتعلم تمثيل اتفرج على دوره. طبعا انا مش هتكلم عليه دلوقتي خالص لان ده عايز له حلقه لوحده، لكن انا هكلمك على ايه؟ على ناس طلعت احنا اصلا ما نعرفهاش. اولا لما حد يقول لي في مسلسل طالع فيه محمد الشرنوبي، اقول لي محمد الشرنوبي ده مسلسل يا عم احنا عايزين قرف. اجي ابص الاقي محمد الشرنوبي يسرقني كده ويخطفني كده، يا حرامي يا شرنوبي، يا محمد يا شرنوبي، يا حرامي يا جامد، يا اللي بتمثل جامد. بصوا انا اي حد هيدي للمهنه باخلاص انا بصوا هشيله على دماغي هنا. اي حد هيقلل من المهنه واحس انه شغال بالواسطه واحس انه ما اجتهدش، والله العظيم نديله بالجزمه بالجزمه. انا الحمد لله اخدت المهنه دي زحف 20 سنه واكتر من 20 سنه بدرس وبذاكر، فمش هينفع بقى بعد ده كله اجي ابص الاقي واحد شغال بالواسطه شغال بالواسطه وعمال يطبطب على كتفه وعلى قفاه وعلى قفاه، وحاجه اقول لك ده ممثل جامد. لا يا عم انتوا مش جامدين ولا حاجه، انتوا الفرص بتجيلكم. فمحمد الشرنوبي اجاد اجاد اجاد. المصيبه الثانيه اللي انا شفته وما كنتش متوقعه وبصراحه ما كنتش اعرفه، ايه الواد ده؟ احمد غزي. انا لمحت مشاهد ليه من مسلسل قهوه المحطه. اولا المسلسل مكتوب حلو جدا جدا جدا، ثانيا الواد ده ممثل جامد قوي قوي قوي، وكمان حرامي كاميرا، وكمان قدم في المسلسل جزء من معاناة الممثل الجديد، لان ده جزء مهم جدا 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 مش اي حد هيقدمه ومش اي حد هيعرضه ويعرض السخافات اللي بيتعرض لها الممثل الجديد. يا جدعان احنا كنا بنتعرض لسخافات والله العظيم تخليك ترمي نفسك من فوق البرج من كتر السخافات والسآلة، فالراجل قدمها بشكل حلو. فانا مش هطول عليك، قصدي يمكن اكون طولت عليك، بس اللي جاي ان شاء الله احسن، وهنتابع الفن فن خلاص. وانت يا شرنوب عشان انت مقصر معايا قوي، مقصر معاها قوي، لان انا كنت بصراحه بستهتر بيك قوي. شرنوبي ايه اللي يمثل ده؟ هي ناقصه قرف. اجي ابص الاقيك جامد كده، فشرنوبي احذر مني بقى الفتره الجايه، هبقى عليك سبوت خلي بالك. انت فلتت مني، انت فلتت مني ايه؟ انت فلتت مني وانا بقيت من الفانز بتوعك وبحب اتفرج عليك وانت بتمثل، فدي مصيبه سودة عليك. هجس بقى اتفرج عليها هعمل فيك ايه؟ حمرمطك حمرمطك. فافضل اشتغل على نفسك، ركز على نفسك، وانا عارف ان صوتك حلو. انا تابعت حاجات كتير ليك جدا وانت بتغني، بس ما اعرفش اغانيك انت بصراحه، يعني ما اعرفش انت بتغني ايه. بس شفتك كنت بتغني ام كلثوم، شفتك كنت بتغني الانغام، شفتك كنت بتغني الذكرى وبتقلدها، فكنت انا ايه يعني بحب صوتك، وانا اصلا وداني موسيقيه الحمد لله، فبفهم شويه اللي صوته حلو من اللي صوته مش حلو بيجعر. فانا حسيت ان الواد ده صوته حلو قوي قوي وشدني، فقلت لا اكيد بقى يعني هيمثل تهجيص، يعني مش هيبقى صوته حلو قوي كده وهيمثل حلو، ما معروفه مش اي حد هيمثل حلو وهيغني حلو. فكده بص لك في الاتنين جامد، فيا ويلك يا شرنوبي مني لو وقعت مني بعد كده اهو شفت. يلا فباذن الله الفتره الجايه هنتفرج على كل المسلسلات بقى ونجيلكم مسلسل مسلسل نقول لكم نقط القوه ونقط الضعف، وهنمسك الممثلين. الممثل الجامد هنقيمه جامد، والممثل الوحش اللي شغال بالواسطه هنقطعه هنسلخه كده زي الارنب. عارفين الارنب لما نذبحه ونسلخ جلده على الفروه بتاعته كده هنقطعه. وانت بقى يا استاذي اللي بتتفرج عليا، لو الفيديو ده عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، واتفرج على الفتره اللي جايه. والله العظيم لا روق عليهم ترويقه ذبح. سلام عليكم.